السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي الأعزاء. اليوم إن شاء الله في شهوات أم منار وسيرين سأقدم لكم كسرة الشحمة أو فطيرة محشية على الطريقة الجزائرية. تفضلوا إلى المقادير. نبدأ على بركة الله في المقادير، وهي كالتالي: حبتان طماطم مرحية، نصف ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، فلفل حار أحمر يابس، وإن لم يتوفر لديكم فاستعملوا الفلفل العادي مبشور فصان ثوم، أنا أملك ثوم مبشور، يمكن استعمال الفصوص إذا أمكن. بصل مقطع، استعملت بصل الشالوت وهو جيد جدا لمثل هذه الكسرة. ملعقة كبيرة كزبر، نصف ملعقة كبيرة فلفل أحمر، ورشة من الفلفل الأسود، والملح حسب الحاجة طبعا. ونحتاج أيضا إلى قطعة من الشحم المملحة أو المخلعة، قمت بدقها في المهراس جيدا حتى أصبحت بهذا الشكل. الآن سأضيف الفلفل الحار والثوم، وأقوم بدقها جيدا حتى تندمج كل هذه المواد فيما بينها. ونحتاج إلى علبة من الطماطم، وهذا يبقى اختياري. الآن سوف أهرس الفلفل والثوم والشحمة جيدا حتى يتجزأ الفلفل، وأقوم بقلبها من الحين إلى الآخر حتى يتسنى لجميع المواد أن تندمج فيما بينها. بعدما قمت بهرس كل هذه المواد جيدا واندمجت، الآن سأضيف الملح والكزبر والفلفل الأحمر والفلفل الأسود، وأدقها مرة أخرى حتى تندمج ويتغير لون الشحمة. وضعت كسرولة على النار. الآن سأضع قطعة الشحمة وأتركها تذوب جيدا، وعندما تذوب سأضيف الطماطم المرحية والطماطم المصبرة ثم البصل، وأحركها جيدا وأتركها حتى تذبل وتندمج كل المواد فيما بينها لتتكون لدينا صلصة صالحة للاستعمال.
الآن سنشرع في عملية إعداد العجين. إذا وضعت 3 كؤوس من الدقيق، وهذا يبقى حسب عدد أفراد العائلة. لا يمكن التقيد بهذه الكمية، يمكن الزيادة أو النقصان. سأضيف القليل من الملح. هذه طريقة رائعة بالنسبة للمبتدئات اللواتي لا يعرفن كمية الملح المتناسبة مع كمية الدقيق. يمكن وضع القليل من الملح أمام كل خبزة. الآن سأضيف رشة فقط من الخميرة. لا أريد أن تختمر هذه العجين، ولكن أريد الحصول على اللون الأحمر فقط للكسرة. ثم أضيف 3 ملاعق من الزيت، وأحرك كل المواد فيما بينها. ونفس الكأس الذي عبرت به الدقيق سأعبر به الماء. إذا احتجت الماء سأضيف، وإن اكتفيت وتمسكت العجين لا أضيف. أقوم بدلك هذه العجين جيدا، ثم أجزئها إلى كريات، كرية كبيرة وكرية صغيرة، بحيث نقوم بوضع الكرية الكبيرة من الأسفل، ثم نضع فوقها الحشوة والثوم، وبعدها نغلقها بالكرية الصغيرة. قمت بتقسيم العجين إلى 3 كرات كبيرة و3 كرات صغيرة، ثم قمت بفتحها بواسطة الحلال حتى أصبحت بهذا الشكل. الآن سأضع القليل من الحشوة عليها، وأضيف الطماطم. كما يمكنكم وضع الجبن المبشور أو الجبن الطري، هذا يبقى حسب الرغبة. ثم أغطي بكرة عجين صغيرة بعدما أفتحها، وأغلق الحواف بواسطة القليل من الطحين مخلوط مع الماء، ونحركه جيدا حتى يصبح كالكريمة، وأدهن به الحواف حتى لا تخرج الحشوة عند الطهي، وأقوم بثقبها ووضعها في الطاجين. قسمت العجين إلى خبزات، خبزة صغيرة وخبزة كبيرة. وضعتها في الطاجين. الآن سأقوم بطهيها مع تحريكها
حتى تطهى جيدا. هذه هي النتيجة النهائية، أتمنى أن تجربوها وتعجبكم. وإذا أعجبكم الفيديو ما عليكم إلا الضغط على زر أعجبني والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للوصول بكل ما هو جديد، وأترككم في رعاية الله وحفظه إلى الفيديو القادم إن شاء الله.